بكاء وانهيار عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك، ويشتم ويسب في مدرب الزمالك. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة المصرية واكتساح الأهلي للزمالك من أول دقيقة، فقد خرج على الخط فورا عمرو أديب وقال: ايه اللي عمله أسيرو ده؟ هي دي تشكيلة نلعب بيها يا راجل؟ والله كنت عارف اننا هنشيل نتيجة تقيلة. ده مدرب ما يعرفش اي حاجة في الكورة، وهو سبب هزيمة الزمالك في المباراة دي. وانا والله مكسوف قوي اني زملكاوي. حرام اللي بيحصل في الزملكاوية ده. انا بطالب برحيل المدرب ده، وكفاية فضايح قوي لحد كده. لو اي حد ماسك الزمالك كان لعب باتنين ارتكاز في نص الملعب. ده انت بتلعب الاهلي مش فيوتشر ولا المقاولين. منك لله يا اساريو. الاهلاويه هيحفلوا علينا طول السنه بسبب افكارك السوداء. وهو ده كان رد فعل وتعليق عمرو اديب بعد فوز الاهلي على الزمالك في الدوري المصري. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناه ليصلك منا كل جديد.